في الثلاثينيات لمعت الأفلام الغنائية زي أفلام عبد الوهاب وأم كلثوم، لكن في الأربعينيات كان التألق والازدهار والفترة الذهبية للأفلام الغنائية. ظهرت ليلى مراد وفريد الأطرش وصباح ونور الهدى ومحمد فوزي وعبد العزيز محمود، وشفنا عنصر الاستعراض في التابلوهات الراقصة في أفلام سامية جمال وتحية كاريوكا وأفلام فيروز الصغيرة، لحد ما وصلنا القمة في غزل البنات. الفيلم إنتاج وسيناريو وإخراج أنور وجدي اللي برضه شارك في البطولة، وأنور وجدي شخص عبقري وأسطورة من أساطير السينما المصرية. والفيلم ده متفصل عشان يقوم ببطولته ليلى مراد ونجيب الريحاني، والترزي كان أنور وجدي اللي عمل سيناريو يتدرس. صدفة تجمع بين ليلى مراد ونجيب الريحاني في سانسير عمارة الإيموبيليا، وفي وسط السلام يقول لها الريحاني مش هنعمل مع بعض فيلم ولا إيه؟ ليلى مراد تبلغ جوزها أنور وجدي بالموقف، وهنا يمسك أنور وجدي جملة الريحاني ويقرر استغلالها لإنتاج فيلم ما حصلش قبل كده ولا بعد كده، يجمع بين أسطورة الكوميديا نجيب الريحاني وملكة الأفلام الغنائية ليلى مراد، وهو أنور وجدي ونجمين كبار قوي محمد عبد الوهاب ويوسف وهبي، ويشاركهم في أدوار تانية نجوم زي سليمان نجيب، عبد الوارث عصر، فردوس محمد، محمود المليجي، استيفان رستي، زينات صدقي، فريد شوقي، سعيد أبو بكر، وفي أدوار كومبارس الطفلة نبيلة السيد وهند رستم. إزاي أنور وجدي يعمل ده؟ عمل قصة حب مستحيلة بين الريحاني المدرس الخصوصي وبنت الباشا اللي لا هو من سنها ولا من طبيعتها الاجتماعية، يعني مفيش فرصة، وكمان البنت بتتلاعب بمشاعره وتستغله انه يساعدها في الهروب لمقابلة حبيبها محمود المليجي. بكده بقى عندنا قصة. البطل في الفيلم ده هو السيناريو، والسيناريو متقسم ل3 فصول. في أول فصل بنشوف الريحاني مدرس بسيط طيب حظه وحش بيترفد من شغله، يتعرض عليه انه يشتغل مدرس خصوصي لبنت باشا، يروح بيت الباشا، سوء تفاهم يحصل، يفتكر السفراجي هو الباشا بسبب مظهره اللي هو احسن منه وهو مدرس، ويتكرر سوء التفاهم تاني بشكل اكبر مع مدرب الكلب. مواقف كوميدية مبنية على سوء التفاهم، ودي حيلة من حيل الكوميديا. هنا تدخل ليلى مراد في اول مشهد بين البطلين، بتدور على اسورة تعرف ان المدرس اللي جاي لها تتريق عليه. بعد كده يرجعنا السيناريو لسوء التفاهم تاني، المرة دي بيفتكر الباشا هو الجنايني بسبب لبسه. وفي ملاحظة مهمة ان تتابع موقفين سوء تفاهم ورا بعض هو فرش لدخول سليمان نجيب، وعشان يتصعد الموقف لصدام بين الاتنين يؤدي ان الريحاني يفقد الوظيفة، بس كده الفيلم يخلص. هنا تتدخل ليلى مراد ويبان دور الاسورة الضيعة، ويتحول الريحاني لمتهم، وننتقل من الكوميديا للتراجيديا، والريحاني بيوجه له اتهام انه حرامي وينفعل جدا، لكن تظهر براءته وتتعاطف معه ليلى مراد عشان حست انها ظلمته، وبسبب ده يتعين مدرس لها ويبتدوا قصتهم سوا. ده كان الفصل الاول اللي كان بيمثل البداية، قدمنا الشخصيات وجمعناهم ببعض، وبنلاحظ البنى الهائل للاحداث وتطورها، وازاي كان انور وجدي بيفرش لدخول الشخصيات بحرفة كبيرة. الفصل الاول كان فيه تركيز على الريحاني. في الفصل الثاني ليلى مراد ملكة الأفلام الغنائية تدخل في الأحداث بأغاني حلوة لحنها عبد الوهاب، ويبتدي الأستاذ يقع في غرام تلميذته، وبنشوف أداء هايل وهادي بدون مبالغات من الريحاني، بيبان في نظرات عينيه لليلى مراد، نظرات بتبين كل مشاعره وإزاي هو متيم بيها، وهي بتستغل مشاعره وتتلاعب بيه وتقنعه بالهروب معاها. ولما يعمل ده بيكتشف انها كانت بتستغله عشان تقابل حبيبها ملك الشر في السينما المصرية محمود المليجي. وفين؟ في الكباريه. يكتشف الريحاني ان الحبيب نصاب من خلال احاديث يسمعها بين الناس في الكباريه، وهنا بيدخل لنا نجمين كبار في الكوميديا، استيفان رستي وزينات صدقي، وكمان النجم الصاعد وقتها فريد شوقي. طيب الريحاني يعمل ايه؟ هنا يدخل انور وجدي في الاحداث اللي بيطلب الريحاني منه مساعدته، فيدخل انور وجدي يضرب الشرير محمود المليجي، ويخرج هو والريحاني بالبنت البريئه من الكباريه. بنلاحظ حاجه في السيناريو بتتكرر، لما الموقف يتعقد نلاقي شخصيه تدخل تحله. لما الريحاني فقد وظيفته دخل عبد الوارث عصر عرض عليه شغل عند الباشا، ولما فقد الوظيفه عند الباشا واتهموه بالسرقه تتدخل ليلى مراد تبرئه، ولما يكتشف المؤامره في الكباريه انور وجدي يدخل ويحل المشكله، والحيله دي تم استخدامها طول الفيلم. تبتدي قصة أنور وجدي وليلى مراد. في الأول في توتر بينهم، شوية يتحول لإعجاب، ويتعقد الموقف بالنسبة للريحاني. طيب تتحل إزاي دي؟
يلجأ السيناريو لاستخدام الحيلة اللي شغال بيها طول الفيلم. صدفة تخلي الأبطال الريحاني وليلى مراد يخبطوا على فيلا أحد الأشخاص. السفراجي يفتكرهم حرامية وينده لهم صاحب الفيلا يوسف بيك وهبي اللي طالع بشخصيته الحقيقية. هو ده الشخصية اللي هتتدخل وتحل المشكلة. وهنا ينتهي الفصل الثاني ويبتدي الفصل الأخير. فكرة إن الجمهور وقتها يشوف يوسف وهبي ملك التراجيديا مع الريحاني ملك الكوميديا لأول وآخر مرة مع بعض، ده كان حدث في وقته، والسيناريو استغل ده كويس من خلال حوار مكتوب بصنعة عالية. ويكلمهم يوسف بيه عن مسرحيته الجديدة اللي بتتكلم عن إن المحب لو وجد إن حبيبته لا تحبه عليه إنه ينسحب ويضحي عشانها، لكن الريحاني ما يعجبوش الكلام ده ويصفه بإنه سخيف. يقوم يوسف وهبي بيضرب له مثل إنه لو هو بيحب ليلى مراد وهو مش من سنها ولا من طبقتها وهي بتحب شخص آخر عليه إنه ينسحب عشان سعادتها. هنا تتدخل ليلى مراد في الحديث وترفض حتى مجرد إن الكلام يتقال ولو كمثال. يحس الريحاني بالصدمة والموقف يتعقد. يدخل محمد عبد الوهاب بشخصيته الحقيقية في الأحداث، وتاني السيناريو يحل المشكلة بالحيلة اللي اعتمد عليها طول الفيلم. يغني عبد الوهاب أغنية تعكس مشاعر الريحاني اللي يبكي ويغادر المكان. تستغرب ليلى مراد تصرفه ده. هنا يدخل يوسف وهبي ويحل عقدة الفيلم كلها لما يشرح لها طبيعة مشاعر الريحاني تجاهها. تقوم تجري وراه وتعتذر له، ويسمعهم أنور وجدي اللي بيعرض إنه ينسحب تقديرا لمشاعر الريحاني لكنه بيرفض، ويضحي كرجل نبيل من أجل سعادتهم، ويروحوا البيت قبل ما يصحى الباشا. وينتهي الفيلم بكلوز أب على وجه الريحاني، وده كان أشهر كلوز أب في تاريخ السينما المصرية. غزل البنات فيلم عظيم، له سيناريو مكتوب بحرفة وعناية شديدة، بناء محكم له بداية ووسط ونهاية، قصة مكررة لكن بتتحكي وبتتعالج صح من خلال إخراج عبقري لأنور وجدي. وما ننساش الحوار الرائع اللي كتبه بديع خيري وأداء ممثلين هايل بالذات من الريحاني. فيلم إيقاعه سريع والتلت الأخير منه بيحصل في ليلة واحدة. في الجزء ده الإيقاع بيبقى أسرع وفيه تكثيف وتصاعد سريع في الأحداث لحد ما نوصل للقمة في بيت يوسف وهبي لما تتحل عقدة الفيلم، وده كله من غير لحظة ملل واحدة. وده كان محتاج جنب السيناريو والإخراج الكويس مونتاج متميز عشان يربط ده كله في إيقاع مظبوط، اللقطات والمشاهد فيه تتدفق بسلاسة وسهولة. وده اللي عمله المونتير كمال الشيخ اللي بعد كده بقى المخرج الكبير كمال الشيخ. الشكل ده عمل أنور وجدي فيلم من كلاسيكيات السينما المصرية وأجمل أفلامها، فيلم متكامل العناصر يصنف كفيلم عظيم. وبكده نكون انتهينا من الثلاثينات والأربعينيات، الفترة اللي شهدت انطلاق السينما المصرية وظهر فيها الجيل الأول من المخرجين اللي وضعوا الأساس زي محمد كريم وأحمد بدرخان ونيازي مصطفى وتوجو مزراحي وكمال سليم. وعلى نهاية الفترة دي ابتدت السينما المصرية تدخل في مرحلة النضج عشان بعد كده تدخل في مرحلة من التألق في الخمسينيات، وده اللي هنشوفه في الحلقات الجاية. وإلى اللقاء، وما تنسوش الاشتراك في القناة.